حبايب قلبي، السلام عليكم. الاول ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. من الاسبوع اللي فات تقريبا ما عملتلكوش اي فيديوهات. المره دي جايه لكم بفيديو من اللي انتوا بتحبوه، اللي هو مشتريات من الصيدليه. ماشي، يلا اعملوا بقى ايه حاجه تشربوها، شاي قهوه اي حاجه، لان النهارده ممكن الفيديو ده يطول شويه عن الطبيعي. تمام، ماشي، يلا نبدا. بصوا يا حلوين، آه المشتريات انا جايباها عشان تقضي بدايه الشتاء. انا بالنسبه لي الشتاء يعني الجمال، يعني الحلاوه، يعني هنحلو، يعني هنعمل اهتمام بنفسنا وحاجات حلوه كتير. تمام، يصادف ان الشتاء يدخل مع رمضان. تمام، فيبقى انا كده جايبه حاجات تقضي الشتاء مع رمضان. رمضان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين في شهر 2. اوكي خلاص. طيب انا هبتدي بقى ايه حاجه حاجه كده، وخليكم معايا. مش هشرح دلوقتي المكونات بتاعه الحاجه او الكلام ده كله، انا بس هقول لكم اشتريت ايه النهارده. خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا حمامات الزيوت، انا ما بستغناش عنها بصراحه، مع ان انا ضد الزيوت جدا، بس انا حمام الزيت فقط اللي بعمله، لكن اي زيت على شعري نو نو نو، ولا اي حاجه من دي. وحمام الزيت يا دوب يعني 4 5 ساعات او ليله بالعافيه، ليله بالظبط، اللي هو يعني هنام اهو، فاروح اعمله، وبعدين اصحى الصبح على طول اول حاجه اغسلها ايه شعري. فممكن يقعد 7 ساعات بالكتير قوي لو انا نايمه. يعني انا بحب اعمله بصراحه اكتر وانا نايمه، لان ايه ده اكتر وقت البشره بتفرز فيه الكولاجين وبتستفيد اصلا باي حاجه انت بتحطيها. الشعر نفس النظام. خلاص، فانا اشتريت زيت اسمه فيفيدول اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه، دلوقتي انا بعتمد على في العنايه في بشرتي وشعري على حاجات الطبيه فقط لا غير. اي حاجه تجميليه ماليش دعوه بيها خلاص. بجد يعني امشي في الطبي، يعني لو الطب مش هيفيدني مش هيضرني. خلاص، ماشي. ادي اول واحد اهو، اسمه فيفيدول. طبعا ده للعنايه بالشعر وتقويه الشعر وتغذيه الشعر والكلام ده كله، هقول لكم عليه بعدين. تمام. تاني حاجه زيت برضو من الصيدليه برضو، اسمه ليندو. اكيد انتوا كلكم عارفين عنه يعني، او نسبه كبيره منكم عارفين عنه، لانه هو يعني كان مشهور من سنين على سنين. ف حتى ملمسهم دول خفيف وناعم وريحتهم حلو. بصوا، اسمه ليندو. ده برضو بعتمده في حمام الزيت بتاعي. ماشي. ايه تاني؟ اه اشتريت ميه ورد. دي لان عايزه اعمل اي ماركه يا جماعه. ميه الورد بقى اي براند عادي مفيش مشكله. اشتريتها دي كانت بحوالي 10 او 15 جنيه. لان عايزه اعمل دلوقتي سكراب للجسم وللايد وكده. انا اللي بخترعه، حلو جدا بيمشي معايا حلو. وعايزه اعمل هيلورونيك اسيد الغلابه تاني، لان انا معتمد عليه في كل حاجه. وانا بحبها تبقى عندي، يعني ميه ورد عندي يبقى انا مطمنه. اشتريت كمان فيتامين د. ده هو اسمه ايه بقى؟ اسمه دافاليندي اهو. بصوا يا جماعه اهو، دافاليندي. ده يا جماعه بجيبه ب 78 جنيه. دوت فيه تقريبا لا فيه 30 حبايه. طبعا اول حاجه يا جماعه تعملوا اللي هو التحليل بتاع فيتامين د، لان اصلا يعني قلته طبعا بتوقع الشعر وتبوظ الاعصاب وتبوظ العضلات. حتى لما تيجي تصلي هتلاقي الحتت دول بيوجعوك، اعملي ده اختبار لنفسك وانت بتقومي كده من على المصليه، هتلاقي دول بيوجعوك كده، ده نقص فيتامين د. عايزه تنامي، عندك خمول، مش عايزه تعملي حركات كتير، مش عايزه تبقي اكتف في اليوم، الكلام ده كله. طب زيادته بيعمل ايه؟ زيادته برده ليها مخاطر كبيره جدا، ممكن ياثر على الكلى والكبد والقلب. خلاص. طيب دي بالمره وانا ماشيه برده لقيت ايه محل مكياجات كده، فدخلت كنت جاي عايزه اجيب الدرجه دي. يا رب تتفتح بس معايا، فتحها صعب جدا. بلاشر مايت سينما. اي بصوا صعب جدا جدا يا جماعه والله العظيم. حتى انا قلت للراجل يوم ساعتها هي فتحها صعب ليه كده. بصوا يا جماعه، هبقى انا افتحها بعد كده بشاكوش ولا اي حاجه. بصوا الدرجه دي اللي هي بص بيبي بينك. بصوا يا الدرجه 103 مايت سينما. خلاص، دي يا جماعه كانت ب 60 جنيه. طب نخش على ايه تاني؟ قلت اجرب اللينسز، كنت انا بجربها من زمان قوي، وبعد كده لقيت نفسي بطلتها يعني، ونسيتها. قعدت سنين على سنين وكانت عينيا تعبت وكده فبطلتها خالص. فالمهم جبت واحده برضو الحمد لله، وطلعت اي كلام شكلها زباله وجبت اللي هو المحلول بتاعها. المحلول مش عارفه اسمه ايه، اسمه والله العظيم يا جماعه ما عارفه. كيلويل حاجه كده. بصوا الماركه اهي. ده كان 45.
انا ما قلتلكوش على اسعار الزيت. الزيت بتاع فيفي دول تقريبا 200، وبتاع ليندو حوالي 190. خلاص، انا في الاسعار يا جماعه بنسى شويه. طيب اشتريت ايه تاني من الصيدليه؟ انا دايما يا جماعه عندي في عينيا فيها دايما مشاكل يعني، الحمد لله على كل حال. بتبقى عايزه ايه، عايزه ترطيب دايما، بتبقى ناشفه، فيها جفاف العين يعني. انا اتشخصت كذا مره جفاف عين وتراكمه والكلام ده كله. فدايما عندي ايه القطرات اللي هي بتاعه ترطيب العين. القطره اللي انا جبتها اسمها تيرز جارد، دي انا جربتها قبل كده يا جماعه، حلوه. تيرز جارد دي بتحطها 3 مرات في الاسبوع، في اليوم قصدي جماعه، وحد يستعملها اللي باستشاره الدكتور. والتانية اسمها تراي ليرج او تراي ليرج، معرفش. تراي ليرج، TRILLERG. مكتوب عليها ايه يا جماعه؟ للمضاد الحساسيه ومحلول للعين، يعني ده كله مطهر للعين ومرطب للعين والكلام ده كله. ماشي. جبت كتوفان علبه، يعني ايه عشان الايام الصعبه بتاعتنا كلنا عارفين. جبت اكسجين لان انا عندي صبغه وجذور شعري ابتدت تطلع سودا، فعايزه ايه اصبغ كده. عندي صبغه يعني اللي هي بلد، دايما بستعمل بلد ان هي الوحيده اللي بتدي لون مع اللون الاسود، انما اي صبغه ثانيه ما كنتش بحس بكده. طيب اسمه ايه؟ بايو بوينت. اوعى تجيبوه مائي، هاتوه كريمي كريمي كريمي. ده كان ب 15 جنيه زي ما انتم شايفين اهو. بايو بوينت كريمي، اكسجين كريمي، ده اللي بيجيب مع الصبغه يا جماعه، حتى لو بودره تفتيح، وده اللي بيجيب معايا مع الصبغه. ايه تاني؟ اشتريت عشان كذا حد بيسالني على الجليسرين لما كنت بعمل حلقه هيلورونيك اسيد الغلابه. ده جليسرين اسمه اوبال حاجه كده. طبعا هو الماركه دي معروفه، في منها اللي هي بليه، بتبقى ازازه طويله كده، بليه شويه، بليه قصدي، وطويله شويه عن دي. ودي انا ما حبيتش البليه بصراحه، قلت لكم قبل كده البليه ده انا مش برتاح له، سبحان الله بيبقى الايفكت بتاعه مش حلو، مع انه نفس البراند وكل حاجه. بس انا جبت اللي هي من غير بليه. اوكي، انت هنفتحها مع بعض. يا جماعه ليه الحاجه مش عايزه تتفتح النهارده؟ لا اتفتحي بقى. طب بصوا هبقى افتحها بعدين. لا انا لازم افتحها النهارده، مش راضيه والله. طيب ايه تاني؟ جبت حبيب الملايين بيبي جونسون بيبي اويل. والله يا جماعه انا دورت على انا عارفه انها مقاطعه، انا دورت على البراند تاني بتاع اسمه نونو حاجه كده، وللاسف ما لقيتهوش وما لقيتش الا ده، فاضطريت اجيبه يعني اسفه يعني. انا اجيبه، هي دي الحاجه الوحيده اللي في المقاطعه اللي جبتها يعتبر من يوم المقاطعه. طبعا ده اساسي جدا جدا عندي في ترطيب الجسم بعد الشاور. لو انا مكسله بقى ان انا احط كريمات واعمل اللي هي الخلطبيطه بتاعت الكريمات دي. اخر حاجه اشتريتها، وطبعا دي مهمه جدا جدا اكلمكم عليها في فيديو الفيتامينات بتاعت الشعر، اسمه فرافيرو للانيميا. فرافيرو دي العلبه. بصوا يا جماعه، العلبه دي الاصدار القديم، في العلبه الاصدار الجديد بتبقى طويله كده واكبر من دي، ومش عارفه فيها كام حبايه يعني. ده فرافيرو مكتوب عليه فرافيرو 27. بصوا تاني، ده الاوحش حاجه فيه اللي هو العلبه دي فيها 20 حبايه، يعني انت ايه ما بتقدرش تكملي حتى الشهر بيه. ده كان ب 95، وقالت لي ده اخر علبه عندنا في الصيدليه، لان في الاصدار الجديد بقى هو اللي مغطي السوق دلوقتي. علبه كبيره كده، كنت للاسف جبتها برده واستعملتها ورميتها للاسف يعني. ف طبعا معروف ده الايه، للانيميا، الهيموجلوبين، الحاجات دي كلها يا جماعه للشعر للشعر للشعر. مهمه جدا للشعر. طيب انا كنت عايزه اقول لكم حاجه كمان. ماشي، عموما دي مشتريات في الصيدليه. هقول لكم الاسعار تاني. ميه الورد ب 10 او 15، الجليسرين ب 20، الجليسرين مكتوب عليه 20 اهو. البايو بوينت 15، فيتامين د 78، ميه سينما 60. القطرات دي والله يا جماعه مش فاكره كان سعرها ايه، ودوت اللي هو ب 45 جنيه اللي هو محلول عدسات. اوكي، وزيوت زي ما قلت لكم. بس يا جماعه يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ودي مشتريات يا جماعه هتقضي معايا من دلوقتي، هتقضي كتير جدا لحد انا عايزه اقول لكم اللي بعد العيد كمان هتقضي معايا الزيوت دي. بلس ان انا عندي اصلا زيت من ماركه اللي هي اسمها تيرسز، اللي هي دي ايرا كير حاجه كده يعني برضو. فانا كده عندي مجموعه زيوت تقضيني كتير كتير يعني، لان انا بعمل حمام الكريم مره، حمام الزيت مره واحده في الاسبوع، حمام الكريم مره، فدول يقضوني كتير قوي قوي قوي. بس انا بجيبهم عشان ايه؟ ابقى بحس بالامان كده ان انا عندي حاجتي، وحاجتي متوفره الحمد لله بفضل ربنا طبعا. و هعمل لكم بعد كده بقى فيديوهات منفصله عن كل حاجه انا جايباها وبتعمل ايه وانا جبتها ليه وبحبها ليه.
يا جماعه ما تستكتروش المشتريات دي، لان هي بتقضي كتير جدا جدا. يعني انت قومي كده حوشي لو انت محوشه، وقومي كده انزلي الصيدليه جيبي الحاجات بتاعتك اللي هتقضيكي من دخلة الشتاء لحد رمضان بجد يا جماعه. يعني دي هتحسسكم ان انتوا ايه بالامان، ان انت عايزه بالامان طبعا بالنسبه للعنايه طبعا الشخصيه وكده، والفرحه والسعاده، ويبقى عندك طاقه ايجابيه بجد والله، وهتحسي ان انت مبسوطه. ولما بتشوفي الحاجات دي بتتشجعي انك تقومي تعملي، غير لما تقولي ايه طب لما اخرج ابقى اشتري، لما اخرج ابقى اشتري والكلام ده كله. فيا جماعه يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. نسيت اقول لكم والله في اول الفيديو يا جماعه، لو سمحتوا اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه لو سمحتوا بجد. ولا بقى يعني ببذل مجهود جامد جدا جدا، مش بلاقي مقابل، مش مقابل مادي، ما اقصدش المادي، مش مقابل حتى تحفيز انتوا تحفزوني طب كملي طب مش عارفه ايه. لا يا جماعه بجد بجد والله العظيم يعني، طب كلمه حلوه يا جماعه، طب لايك، طب اي حاجه ماشي. استنوني بقى في فيديو بعد كده. باي باي.